انت مع الوقت لو عندك علامات تمدد هتلاقيها اختفت لوحدها. عن تجربة انت هيكون وسطك ده كده مشروبين بس هتداومي عليهم كل يوم، كرشك ده هيختفي تماما. جسمي مظبوط يا سهى بس عندي كرش. جربت كل انواع الدايت، كل حاجة فيا بتخس الا بطني، شكلها مضايقني وعامل لي عقده، ده بالذات بعد الولاده بقى عندي بطن سفليه اللي احنا بنقول عليها السوه، وحياتك دي نفس البطن دي بتكون عند بنات كمان. اهي مشكله الكرش او البطن دي ملهاش علاقه ابدا بتخين او رفيع. انا جايلك في الفيديو ده عشان اقولك ازاي تحلي المشكله دي بكام خطوه بسيطه قوي، من ضمنهم حركه حرفيا هتخليكي منحوته متقسمه اللي بنقول عليها كيرفي. المهم انا عايزاكي تركزي معايا كويس قوي في الفيديو ده عشان كل الخطوات اللي هنقولها بتكمل بعضها، يعني كل كلمة هتتقال في الفيديو ده مهمة جدا. والله العظيم هتشوفي نتيجة ملحوظة في فترة قصيرة جدا، يمكن أول مرة توصلي لها في حياتك لما تلاقي مقاسات بناطيلك من ناحية الوسط كلها صغرت. طب انت متخيلة ان هي دي مشكلتي؟ بصي، هي مشكلة وميزة في نفس الوقت. اللي هو لما بحتاج اجيب بناطيل لازم اجيب اكبر من مقاسي بنمرتين عشان تدي معايا طول، وعشان خاطر من على الحجر تكون مظبوطه، لكن بضطر اروح عند الترزي عشان خاطر يضيق لي من هنا 3 قراريط ومن هنا 3 قراريط. ما علينا، عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو، اوعي تنسي تحطي لايك عشان تشجعيني ان انا استمر في فيديوهات تفيدك، كمان واحده غيرك تشوف الفيديو تستفاد. خلينا متفقين ان الخطوات اللي هقولها لك دي بتشتغل اكتر على دهون البطن وهتشد منطقة البطن، يعني مع الوقت بطنك هتكون مسطحة حتى لو عندك ارتخاء او اللي هي ترهل من بعد الولادة. مش محتاجة ان انا اقول لكم تاني لان انا قلت لكم في الفيديو الاولاني، اللي ما شافوش لازم يشوفوا لانه مهم جدا، ان انا والدة قبل كده مرتين قيصري. فقبل ما اقولك ايه هي الخطوات اللي هتعمليها لازم اقولك ايه هي الغلطات اللي بتعمليها ومسببالك الكرش ده. بتاكلي حوادق ومخللات كتير، الناس اللي عايشه على المخلل والجبنه الاسطنبولي والشيبسي وبتحب اكلها اصلا يكون مالح شويه، الملح ده بيجمع ميه في جسمك والدهون بتعشق جنبها الميه. شرب الميه وسط الاكل، الناس اللي بتحب تبلع اذا كان ميه او عصير او اي مياه غازيه، انت كده ما شاء الله عليكي بتربي كرش، بتربيه على العز والخير. الناس اللي ما بتقدرش تستغنى في اكلها عن العيش الابيض او اللي هو عيش الفرن ابو رده، ده اصلا معمول برضو بدقيق ابيض، وتلاقي بتفطر الصبح رغيفين عيش وفي الغدا رغيفين وبالليل رغيف، ولا الانيل لما يكون كمان جنبهم رز او مكرونه. كميه الكربوهيدرات دي بتخليكي بعد كده توصلي لمرحله الادمان، اللي هو انا مش هشبع غير لما يكون في رز او مكرونه او عيش. او تصحي الصبح ما تحطيش اي لقمه في بقك ابدا وتيجي على طقه الغدا تدبي وتاكلي الاكله التمام. بتعملي على الاقل حاجتين من دول يبقى لازم يكون عندك كرش وما بينزلش. طيب اعمل ايه بقى علشان انزل الكرش ده؟ قللي الملح ارجوكي، خطر جدا. الخطوه التانية، يوم واحد بس من كل اسبوع اصوم فيه 14 ساعه داخلهم ساعات النوم. نمتي 8 ساعات، نمتي 10 ساعات، قومي كملي الباقي. صايمه اللي هو انا ما باكلش بس انما بشرب اعشاب عادي، ممنوع في الوقت ده شاي، ممنوع اي البان، ممنوع اي حاجه داخلها كريمه، ممنوع القهوه، اشرب ميه، اشرب اعشاب عادي جدا. قدرتي تخليهم يومين في الاسبوع يبقى زي الفل قوي. قللي نشويات ارجوكي، ارجوكي على مدار اليوم كفايه قوي رغيف واحد. واللي همنعه نهائيا كفتره مؤقته بس في الاول الفينو والمشتقات بتاعته، لان الدقيق الابيض اصلا بيرفع نسبة السكر في الدم، ولما ادي جسم دقيق ابيض كتير ومعجنات ونشويات الجسم هنا بيحصل له خلل فبيبدأ يخزن دهون، فالدهون دي بتتراكم في البطن بطريقة فظيعة. وده في الغالب او عند معظمنا كده بيكون حاجة اسمها مقاومة انسولين، وده مش كلامي ولا على لساني، ده كلام دكاترة كبار وتقدري تتحاسب نفسك وتتأكدي. انا كل ده ما كنتش حاطه المايك، الفيديو هينزل مضطرين تستحملوني بقى. انا من الناس اللي تقريبا عامله فولو لكل الدكاتره، وبحب برضو اسال دكاتره كتير عشان لو عندي مشكله اعالجها صح والحقها من البدايه. مشروبين بس هتداومي عليهم كل يوم، كرشك ده هيختفي تماما، بطنك هتكون مسطحه. كوبايه بقدونس مغلي الصبح ومرتين على مدار اليوم شاي اخضر، اللي هو مره بعد الغدا ومرة بعد العشاء. حابة تجيبي الشاي الأخضر ده من عند العطار لو هتستحمليه وتقدري تشربيه تمام،
مش هتقدري تستحملي طعمه، يبقى هتجيبيه من الصيدليه. قلت لكم في الفيديو اللي فات ان بقالي سنين وهو ده اللي خسسني كتير، واللي ماشي عليه شاي اخضر رويال بجيبه من عند الصيدليه. وعشان بقى تشوفي نتيجة بسرعة جدا، المفروض في شوية تمارين هتمشي عليهم، بس مش هنضحك على بعض ونقول ان في ست بيت هتقدر كل يوم تنزل تروح الجيم، او حتى يبقى فيها حيل تهد نفسها في جيم. يبقى الحل هنا او البديل، اول خطوة انك طول ما انت قاعدة في بيتك شافطة بطنك، ماسكة بطنك، مش سايبة نفسك، مش مرخية. هتنسي في الاول، مش مشكلة، اول ما تفتكري شدي على طول، اشفطي على طول. وضروري جدا كل يوم او على الاقل يوم وانتي نازله السوق، او لازم تنزلي السوق حتى لو مش هتنزلي، وتمشي بسرعه لمده 10 دقايق. اللي هو بتمدي، اللي هو مثلا رايحه تجيبي ابنك خارج من المدرسه الساعه 2، فالمفروض ان انت هتاخدي في الطريق نص ساعه، فانت نازله من بيتك قبل الميعاد ب5 دقايق. شوفي هتبقي بتجري ازاي. هي دي ابحثي عنها، اسمها رياضة الهرولة. يعني انا السوق مثلا جنب بيتي، لكن انا لما باجي انزله بلف من ابعد شارع عشان على الاقل اخد لي من 10 دقايق ل 15 دقيقة هرولة، او مشي بسرعة، او مد. كل ده بيحصل وانا شادة بطني. انسي بقى ولا وسوة ولا بطن سفلية ولا ترهل ولا ارتخاء في عضلات البطن ولا اي حاجة من الكلام ده. انت هتلاحظي بنفسك، انت مع الوقت لو عندك علامات تمدد هتلاقيها اختفت لوحدها، ولا بقى بكريمات ولا بمراهم ولا باي حاجة. حركة بقى صغيرة، لو انت من الناس اللي جسمها بيكون قطعة واحدة وما عندهاش وسط او مش منحوتة، محدش قال لي عليها، انا اكتشفتها بنفسي، بس اقسم بالله سحر. هقولك تعملي ايه، محدش يتريق عليا، انا بقول لكم اهو. هاتي حزام روب، حزام اللي هو القماش ده، وكل ما تيجي نازلة اربطيه على وسطك من فوق العظميتين اللي هما بيكونوا في الجنب هنا. اربطي وسطك، بس مش لدرجة ان انت تلاقي نفسك خلاص بتتعسري ومش قادرة وجنابك بتوجعك، لا، لحد ما انت تقدري تتحملي. عن تجربة انت هيكون وسطك ده كده. مع كل الحاجات دي لازم تاخدي بالك شوية من اكلك، زي السلطة قبل الاكل مهمة جدا، بالذات لو انت معودة نفسك انك تشبعي بالعيش او بالرز او بالمكرونة. فاتبعي الخطوة اللي هقولك عليها دلوقتي عشان تشبعي نفسك وتلاقي انت لوحدك كده مش قادرة تاكلي عيش ولا رز ولا مكرونة كتير. لان انا من الناس اللي فعلا كنت مدمنة للحاجات دي. انت مثلا خلاص هتتغدي اهو دلوقتي، قبل ما تتغدي هتشربي كوباية مية كبيرة، وبعد كده تاكلي طبق السلطة اجباري بتاعك، اعتبريه كده زي الدواء قبل الاكل. طبق السلطة يكون طماطم قليلة، وبعدين تدخلي على البروتين اللي هو الفراخ او اللحمة او السمك، مفيش حاجة من دول، يبقى هتاكلي على الاقل بيضتين او 3. هتلاقي نفسك تلقائي كده مش قادرة تاكلي النشويات، خلاص انتي شبعتي نفسك لانك مليتي 3/4 معدتك بالحاجات المفيدة اللي احنا قلنا عليها دي، اذا كان المية، اذا كان السلطة، اذا كان البروتين بتاعك. يوم واقع عندك مفيش فيه بروتين اللي هو لحمة او فراخ او سمك او بيض، يبقى حاولي تعوضيها بحاجات تانية، اللي هو مثلا زي الحمص المسلوق، اللي هو زي الفاصوليا البيضة او الفاصوليا الحمراء. في فيديو التخسيس اللي فات قلتلك عشان تخسي لازم تقللي سكر، وقلتلك تاكلي كل حاجة وتشربي كل حاجة بس تقللي في كمياتها. الناس بقى اللي عندها بطن ما بتنزلش تمتنع عن شرب عصاير الفاكهة، اذا كان عصاير الفريش او العصير المعلب، لانهم برضو من اكتر الحاجات اللي بتعمل دهون بتتراكم في البطن. عاوزة تشربي عصير، يبقى عصير فراولة، عصير ليمون بالنعناع، عصير كيوي، ال3 دول، والعصير المقرب لقلبي الموهيتو صحي جدا اللي انا بعمله في البيت. بجيب حبة كركديه وبحط عليهم مية مغلية واسيبه لغاية ما يهدى خالص، وبعد كده بحط عليه ورقتين نعناع وشريحة ليمون. احلى عصير ممكن تشربيه في البيت، صحي جدا وبيقلل نسبة السكر في الدم. الصوصات من الحاجات الفظيعة اللي بتعمل كرش، بتعمل دهون في البطن. الناس اللي بعد ما بتاكل بتكون عاوزة تحلي على طول، محتاجة سكريات، تسيطري على نفسك. ممكن تعوضي الموضوع ده بأي ثمرة فاكهة أو مثلا مشروب واحد من اللي قلنا عليهم دول. وكده كده ما تقلقيش، الشاي الأخضر هيسد نفسك عن الدنيا كلها. عاوزة تنزلي بطنك، اتبعي الخطوات اللي بقولك عليها دي، وبطنك هتكون مسطحة ممسوحة تماما من غير ولا رهرطة ولا دلدلة ولا أي حاجة. وصدقيني كل الكلام اللي بقولهولك ده عن تجربة شخصية.
بس كده. وهو ده كان نهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون فاتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد جاي بناء على طلبكم انتوا، وانتوا احلى ستات في الدنيا كلها. ويلا سلام.